تخيل من مشكلة واحدة أو صدمة حصلت لك في حياتك ممكن تفضل مأثرة عليك العمر كله، كل سنة وكل شهر بتعاني منها. ده ببساطة اللي بيقول عليه اضطراب كرب ما بعد الصدمة، ال PTSD Post Traumatic Stress Disorder. ببساطة الاضطراب ده هو ان انت بتكون اتعرضت لصدمة او مشكلة او حادث. الحادث ده مازال مأثر عليك بانك مثلا فقدت شخص عزيز عليك. يعني مثلا لو انتوا 3 اصحاب راكبين عربية وسايقين على طريق فعملتوا حادثة فواحد فيكم مات، ففي اليوم ده من كل سنة تلاقي نفسك بتحس بأعراض ومشاعر سلبية كأن الصدمة دي لسه حاصلة حالا، مش عارف تنام، متوتر، قلقان. فده بيكون اسمه اضطراب كرب ما بعد الصدمة. طيب ايه أعراضه؟ أعراضه ببساطة هي متمثلة في 4 أعراض. أول حاجة عبارة عن ذكريات هجومية، تلاقي في ذكريات عمالة بتهاجم دماغك. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تلاقي نفسك بتفتكر اليوم كله بالتفصيل، بتفتكر الموقف، بتفتكر كلامكم، بتفتكر انتوا كنتوا لابسين ايه وايه الموقف اللي انتوا حصل ساعتها. تلاقي ذكريات انت مش عارف تهرب منها خالص. تاني حاجة أساليب تجنبية، انت بتتجنب كل حاجة سواء الأشخاص أو الأحداث والأشياء. انت عايز تتجنب الشخص الثالث اللي فضل عايش معاك عشان كل لما بتشوفه بتفتكر صاحبكم اللي مات. عايز تتجنب الأشياء زي ان انت تتجنب الطريق اللي انتوا عملتوا عليه الحادثة، أو تتجنب اليوم اللي حصلت فيه الحادثة أو الموقف اللي حصل عشان كده عملتوا فيه حادثة. تالت حاجة عبارة عن تأثيرات انفعالية، ان انت بتبدأ تحس ان انت مخنوق، متوتر، زهقان، زعلان جدا وحزين بسبب اللي حصل، ورغم ان ده حصل من سنين بس انت بتحس بنفس المشاعر دلوقتي. وده بيترتب عليه العرض الرابع وهي الآثار الجسدية، ان كل ده بيأثر عليك جسديا نتيجة التوتر والحزن اللي انت دخلته. فتلاقي نفسك همدان، عندك ضغط عالي، بردان، في توتر شديد، نبضات قلب عالية، ان انت حاسس ان انت مش مظبوط، وبتبدأ تخش في اعراض سايكوسوماتيك اللي هي اعراض نفسية جسدية نتيجة ان انت حزين ومتضايق. تبدأ كل ده يطلع على جسمك وتحس ان انت الوظائف الحيوية بتاعتك مش احسن حاجة. طيب ده بيتعالج؟ ايوه بيتعالج، سواء بالعلاج المعرفي السلوكي او بالتدخل التدريجي او التعرض التدريجي، ان انت تبدأ تعرض الشخص ده للحدث ده بس بشكل تدريجي علشان ما يحصلوش نوبات هلع. وممكن في بعض الحالات بنبدأ نتدخل فيها بتدخل دوائي، نديله بقى مضادات اكتئاب ومضادات قلق وكده. ده ببساطة كان تفسيرنا لاضطراب كرب ما بعد الصدمة. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم كل يوم محتوى عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فياريت تعمل فولو للصفحة دي وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت، وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك.